هو فعلا تحديثات الاندرويد بتبطئ الجهاز؟ تسمع ناس كتير قوي بتقول اوعى تحدث التحديث ده هيبطئ جهازك، اوعى تحدث التحديث ده الشركه بعتها عشان يتقل الجهاز بتاعك، او بعد التحديث ده الجهاز بقى ابطأ، او بعد التحديث ده البطاريه بقت تخلص بسرعه. هل الكلام ده فعلا بيحصل؟ الحقيقه ممكن، بس مش بالطريقه اللي انت متخيلها. يعني الشركه ما بتبعتش التحديث قصدا انها تبطئ جهازك او قصدا انها تبوظ جهازك خالص. بس اللي بيحصل كالاتي، ان ممكن تكون امكانيات الجهاز المتاحه بقت اقل من انها تستحمل التحديث، زي بالظبط كده فكره الانيميشن الزياده او سرعه الاستجابه او فيتشرز جديده اتضافت تقيله على جهازك مش مستحملها او مش متقبلها زي زمان. عشان كده الفلاج شيبس القديمه اغلبها دلوقتي لو جيت مسكتها بتحس انها بقت تقيله جدا مع انها في وقتها كانت سريعه. ده مش من الابديت، ده من الابلكيشنز عموما، لان التطبيقات نفسها بتبدا تزود في الفيتشرز بتاعتها وتبقى اتقل من الاول. الفكره كلها مش في الاندرويد ذات نفسه ولا التحديث، وعشان كده في شركات بتقلل سنين التحديث بتاعه موبايلاتها بسبب موضوع الابديت ده، لانه هياثر على الجهاز بالسلب. فمش شرط ان انت عشان سنين تحديثك قليله ده معناه ان تجربه الشركه دي سيئه نهائي، بس هي بتحافظ على الاداء لاطول وقت ممكن لحد ما التطبيقات نفسها هي اللي تبدا تبقى اتقل من قوه التليفون. بس كده، دي كانت معلومه على السريع. كان معاكم حازم تك فيو، ما تنساش تعمل لنا لايك وكومنت وسبسكرايب. سلام.